السلام عليكم ورحمة الله. معايا النهاردة ميزانية 1200 جنيه. تعالوا نشوف هنشتري بيها ايه وهنقسمها ازاي ما بين اللحوم وما بين الخضار وما بين السوبر ماركت ونحوش منها كمان. تعالوا يلا بينا. واللي بس اللي أول مرة يشوفني ما تنسيش تتابعيني على القناة وتدوسي اشتراك وتعملي لايك عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان غيرك يستفاد وعشان برضو تشجعيني، مش عشان بس يستفادوا يعني. المهم يلا بينا نبدأ كده على طول عشان مش عايزة أطول عليكم. هنجيب كده فرختين، الواحدة 2 كيلو تقريبا. هنقسمهم على 7 أيام. فرخة هنقسمها على 3 أيام، فرخة هنقسمها على 4 أيام. وكنت عملت لكم الكلام ده في ميزانيات قبل كده، وكنت عملت بعض الأكلات قبل كده فيها تقسيمة زي دي، ازاي الفرخة تقضيكي الوقت ده. تمام. وهنجيب نص كيلو بانيه هنقسمه على يومين، وهنجيب نص كيلو أجنحة، تبقى كده 4 أجنحة كده كويسين وكبار. أو كبدة فراخ، ماشي، 17 جنيه. معلش بس سامحوني، انا ما خدتش بالي ان الاسعار مش باينه من الناحيه التانية، بس انا شويه وهظبط الكاميرا. تمام. وهنجيب كيلو مفروم هنقسمه على 6 ايام. كنت عملت برضو في ميزانيات قبل كده انك تقسمي النص كيلو على 3 ايام وتعملي بيه اكلات ايه. اللي ما شافش الميزانيات دي يخش يشوفها. وبرضو كنت عامله اكلات زي كده اللي هي حاجات اقتصاديه بان انتي تقسمي النص كيلو على 3 ايام. خلاص. فانتي كده عندك كيلو مفروم على 6 ايام. انتي كده لما بتجيبي الحاجات دي قسميها على اكياس وحطيها في الفريزر متقسمه، ما تجيبيش الحاجه وتحطيها كده على طول. لازم تقسميها فتطلعي القطعه بتاعه اليوم وتشوفي ناويه تعملي بيها ايه. وعندك كده نص كيلو سجق او كبده اللي تفضليه ب35 جنيه. وعندك نص كيلو ده هيقضي يوم. وعندك نص كيلو لحمه عاديه ب55 جنيه. وعندك سمك ب70 جنيه. طبعا الاسعار دي بقولها على حسب الاماكن اللي عندي، لو عندكم شويه في اختلافات في الاسعار مش هتبقى مشكله. الكلام ده كله عامل 482. يعني سيبكم الرقم اللي فوق، ما كنتش حاسبة اللحمة. فهي عاملة 482 جنيه. كل اللحوم اللي جبناها هيبقى 18 جنيه. ممكن تزودي بيهم بقى على أي حاجة أو يبقى فرق أسعار ما بين عندي وما بين عندك، فده 500 جنيه. تمام. ممكن تزودي زي ما بقولك كده على اللحمة مثلا المفرومة لو عايزاها أزيد. لو مش هتعرفي تقسمي كيلو على 6 أيام خليه كيلو وربع أو حاجة. بس كده معاكي لحوم 500 جنيه. في بقى معاكي 100 جنيه، لان انا عامله اللحوم اصلا 600. معاكي 100 جنيه تقدري تزودي بيها مثلا نص مفروم او نص بانيه. ده ب55، ده ب45. يبقوا كام؟ يبقوا ال100. لو انتي مش حابه انك تاكلي 22 يوم بس لحوم، لان اللحوم دي كده عامله 22 يوم فكده حلو قوي. وما بينهم ممكن تدخلي الاكلات البسيطه اللي من غير لحوم. ممكن تلاقي نفسك اصلا خرجتي رحتي زياره لحد، فات شهر هيمشي معاكي. لكن لو انتي حابه تزودي اللحوم اكتر من كده ممكن تجيبي نص مفروم تاني ونص نص بانيه، وهتعملي ده على 3 ايام وده على 4 ايام، فانت كده عندك ال30 يوم تقريبا لحوم. تمام. مش حابه ممكن تشيلي ال100 جنيه دي. يعني انا مديكي 100 جنيه كده تخليها معاكي. ممكن تجيبي بيها اكل جاهز. ممكن مثلا يبقى في فرق ما بين احتياجاتك للسوبر ماركت اللي هقولها لك دلوقتي. ففي 100 جنيه كده هتسيبيها على جنب، هتزوديها لحوم، هتزوديها سوبر ماركت، هتشيليها في ايدك تحوشيها براحتك. ممكن ما تاخديش منها 100 تزودي منها لحوم لو انت مش حابه، تاخدي 50 بس، تجيبي كمان ربع مفروم زياده وربع بانيه زياده لو انت عايزه تزودي ايام اللحوم. او مثلا جالك ضيوف فانت عايزه تزودي الكميه، فانت معاكي 100 جنيه ممكن تزودي بيها حاجة انت عايزة تزوديها. تمام. انا بقى بحبش اعمل ميزانية تبقى اللي هي ايه خانقة على الاخر، اما تقفلي على دير مليم. لا، لازم يبقى معاكي حاجة كده تقدري تتحركي بيها. لو حد مثلا جالك حتى تقدري تجيبي بيها حاجة زيادة انت عايزة تجيبيها. تمام. فانت معاكي كده الاساسي جبنا ب 500 جنيه لحوم، لكن احنا حاسبينها زي ما انتوا شفتوا 600. تمام. هنجيب بقى الخضار 8 كيلو مثلا بطاطس. لو انت قصدي طماطم، لو استخدامك للطماطم بالنسبة لك كده كمية كبيرة تقدري تقللي مفيش مشكلة. انا عاملة 50 جنيه طماطم، 50 جنيه بطاطس، 7 كيلو تقريبا، 3 كيلو بصل. حلو قوي على الشهر 3 كيلو بصل. عاملة 2 كيلو فلفل رومي لان يعني بيخش في اكلات كتير ب20 جنيه. وممكن يكون عن يعني في ناس عندها اسعار اقل. وعاملة نص كيلو فلفل ألوان ونص كيلو ليمون ومحاشي بقى عشان أكيد على مدار الشهر يعني لازم هناكل محشي. تمام. الحاجات دي كلها عاملة 170 جنيه. ومعاكي من ال200 جنيه بتوع الخضار 30 جنيه. تقدري تجيبي نوع خضار مثلا فاصوليا أو حاجة لو حابة تزوديها كخضار، أو لو تقدري توفري من حاجة الخضار دي
القوطة طلعت معاكي ب40، البطاطس طلعت ب40، تجيبي منها نوع الخضار وتخلي ال30 جنيه دول تجيبي مثلا 3 أكياس فول، قصدي 5 أكياس فول ب3 جنيه الكيس، هيبقوا 15 جنيه، وتلات أكياس طعم 5 أكياس طعمية الكيس ب3 جنيه، يبقوا 15 جنيه، بقى ال30 جنيه دول جبتي بيهم كده فول وطعمية كأكياس كده، تشيليهم مع البطاطس مع البيض والجبن اللي هتجيبها من السوبر ماركت، معاكي فول وطعمية، يبقى انت كده ظبطتي بردك وجبة الفطار. تمام. تعالي بقى للسوبر ماركت. هنبدأ أول حاجة البيض، وده مهم جدا في البيت. أنا عاملة الميزانية على كرتونة ونص بيض. شوفي انت برضو احتياجاتك، لو أقل من كده يعني، اللي أنا بقولك الميزانية بديكي بعض الأفكار، لو انت احتياجاتك أقل من كده تقدري تقللي فيها. ممكن حاجة أنا قلتها لك انت مش بتحتاجيها بالكمية دي تقللي فيها وتجيبي حاجة تانية أنا ما ذكرتهاش لأن هي مش في احتياجاتي، فأنا مش بفكر فيها. فاهمة قصدي؟ فانت عندك كرتونة نص بيض ب83 جنيه، الكرتونة عاملة 55 جنيه. عندك 5 أكياس رز ب90 جنيه، الكيس ده طبعا ب18 يعني. عندك 4 أكياس مكرونة، شكليهم بقى ما بين أقلام وسباكيتي ومقصوصة وكده ب32 جنيه. عندك سمنة، الصراحة مش فاكرة بكام آخر مرة جبتها، بس يعني قولي مثلا 30 علبة سمنة اللي هي كيلو، مش فاكرة وصلت لكام الصراحة، دي الحاجة الوحيدة. مثلا عندك بهارات عاملة لها 20 جنيه، ناقصك بقى فلفل، كمون، بهارات فراخ، بهارات لحمة، الحاجات اللي ايه هتظبطي بيها الأكل دي، مرقة دجاج والحاجات اللي زي دي. عندك هاتي نوع جبنة ب10 جنيه، نوع جبنة تانية ب10 جنيه، عندك نوعين تجيبيهم بقى، ريش قديمة، جبنة بيضة، جبنة اسطنبولي، براحتك. تمام. وعندك نص كيلو بليلة، يعني بتبقى حلوة كده، بتتعمل للأولاد ياكلوها ما بين الوجبات أو في العشاء أو في الفطار. عندك كيس دقيق، ده بيبقى أساسي كده في البيت وبنحتاجه في حاجات كتير، مش بس كيكات ومعجنات. عندك لسان عصفور وشعرية مثلا ب16 جنيه، الكيس برضو ب8، ده بيقعد أكتر من شهر على حسب طبعا استخدامك. وعندك إزازة خل ب10، عندك كيس لبن مثلا كبة موتزاريلا أو لبن أو مثلا مربى، أو يعني ايه شوفي انتي استخدامك، بس أنا يعني ايه، لأني من ضمن الشهر الواحد ممكن يعمل كريب، يعمل حاجة شوية بيتزا، يعمل حاجة، فلما تبقى عندك جبنة موتزاريلا كده هتخليكي تجربي الأكلات زي اللي بتشوفيها في اليوتيوب، ما تبقاش متأزمة وما عندكيش الحاجات الترفيهية دي. مثلا كيس ب28 جنيه، كيسين بسلة بالجزر ب22 جنيه. أنا ما كنتش حاطة هناك نوع خضار وكبة محشي عشان أنا إيه لو انتي بتجيبي البسلة وتفصصيها وكده، وعندك عند الخضري، احنا ما عندناش، فانا بكتبها من ضمن حاجة السوبر ماركت. تمام. وعندك مثلا عدس بجبة، عدس اصفر، لوبيا، تمن بقى ربع على حسب احتياجاتكم. وعندك 4 أكياس لبن، نص انصاص مثلا هيعملوا معاكي 36 جنيه. يبقى الحاجات دي كلها لو حسبتيها تلاقيها اقل من 400 جنيه، بس انا حاطلك 400 جنيه عشان لو ليكي احتياجات تانية احنا ما قلناش، انا زي ما قلت لك بديكي بعض الافكار. تمام. يبقى احنا كده عندنا الحاجات دي ب400 جنيه السوبر ماركت. وعندك الخضار عامل 200 جنيه، خضار بالحاجات اللي احنا قلناها بردك عاملين 200 جنيه، خضار بالفول بحاجات الفطار، وعندك حاجات الفطار، عندك فول وطعمية وعندك بطاطس، فانت كده مظبطه الفطار والغدا والعشاء كمان. خلاص. وعندنا اللي قلنا عليهم بتاعة اللحوم اللي احنا قلنا 500 اساسي، ومعاكي 100، شوفي انت بقى هتعملي بيها ايه. يبقى كده معانا الحسبة كلها 1200 جنيه. لو خدتي بالك الميزانية دي تقدري يعني ايه تعصريها كده شوية، خليها ميزانية 1000 جنيه كمان، لأن احنا شايلين 100 جنيه ما عملناش بيها حاجة. لما جبنا اللحوم تقدري تقللي شوية في حاجة السوبر ماركت، تظبطي نفسك شوية في الخضار أو تقلليه مثلا، أو الأسعار عندكم تبقى غير الأسعار اللي أنا كاتباها، فدي كمان تمشي ميزانية ال1000 جنيه، بس أنا عاملاها على أساس إن هي ميزانية ال1200. ويا رب تكونوا استفدتوا من الميزانية، واللي حابب يصورها بقى إن شاء الله بعد كده اعملها لكم بخط افضل، او يعني ايه مكتوبة بقلم واضح عن القلم الجاف، واضح شوية في الطرف. ولو وصلتي معايا لحد هنا بقى ما تنسيش تعملي اشتراك وترفعي الفيديو كده بلايك، وتشجعيني يعني بتعليق حلو كده منك. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. ولو ما شفتيش الميزانيات اللي فاتت الاسبوعية خشي شوفيها، وخشي شوفي باقي الافكار اللي بقدمها في القناة.